السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بالاخوات اللي يلا انضموا للقناه. كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي مطبخي البسيط مع حليمه. نتمنى ان شاء الله ان يعني المحتوى ديال القناه يعجبكم. كما وعدتكم فيديو سابق غادي نوجدوا او عفوا غادي نوريكم اثمنه ديال المستلزمات اللي خدمت بها اخر كوموند. بالنسبه للبنات اللي ما شافوش اخر فيديو عندي غادي نحط لكم في صندوق الوصف اللي هو هذا اخر فيديو، نوريكم هاد المستلزمات الاثمنه ديالها وحتى البلاصه منين خديتها. غادي نبداو بهاد البق هذا ديال الكريمه. خديت هاد المسنن هذا رقيق، وخديت الاخر اللي عنده سنينات هكذا طويل ويعني فيه غير 7 ديال الدريسات بحال ما هكا. هادو خديتهم ب10 دراهم الواحد. صراحه ما فيهمش الرقم باش نكونوا هذا ما فيهمش الرقم، خديتهم هكذا عشوائيا، غير هما هادو اللي كنت باغا انا. يعني ماشي بالضروره يكون فيهم الرقم، ولكن هذا الشكل اللي كنت باغا انا باش نخدم به هذا الكوموند هو هذا. كاين يعني انواع بزاف، كل مره كناخذ حاجه، كل مره كناخذ بياسه اولا جوج حتى كنجمع كاع الاشكال اللي بغيت اولا اللي كنحتاج. هنا هذا راه عندي فيه الرقم، عندي واحد الجي هذا فيه رقم كنت خديته ب15 درهم، الاخرين خديتهم ب10 دراهم. كناخذهم من عند ملوزم الحلويات سميتو عزيز، كاين في السويقه اولا في المارشي ديال عكاري، راه معروف تما. المهم بالنسبه للبنات اللي كاينين في الرباط اولا النواحي. وغادي نوريكم دابا الفيديو اللي خدمت بها هاد الوريدات. الورده الصفراء درت بها داك الرقيق اللي عنده سنينات هكذا رقاقين وكثارين. الورده الغوز خدمتها بالبوق الاخر، وهذا غير سامبل. هذا اللي خدمت بها هاد الوريدات هذا زرقين، غير سامبل، ما فيه لا سنينات لا حتى شي حاجه. المهم كما قلت لكم كاين اللي فيها الرقم وكاين اللي ما فيهش الرقم. هذا اللي ما فيهش الوريدات راه خديته اولا عفوا ما فيهش السنينات، خديته غير ب5 دراهم، والاخرين كما قلت لكم خديتهم ب10 دراهم. كيبقى على حسب الزواقه، كاين اللي رخيص. بالنسبه لهاد العويدات هادو ديال بوب كيك راه كاينين الوان واشكال مختلفين بزاف، كاينين صغار كاينين الكبار، كاينين حتى الباكيه اللي كتكون كبيره. انا خديت هذه ب10 دراهم كل وحده، خديتها ب10 دراهم فيها 20 بياسه. البنات اللي ما شافوش الفيديو راه كنت خدمت بها البوب كيك بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كيجيو زوينين بزاف لا شكلا ولا مذاقا، والعويدات هما كيجيو زوينين، كيبانوا هكذا زوينين في البوب كيك. السينتا حتى هي راه فيها الالوان والاشكال والاحجام مختلفه. هذه فيها هكذا سكوتش كتلصق شويه هكذا من الداخل. خدمت بها في عجينه السكر. خدمت بها هنايا من بعد ما غلفت سيبورا بالعجينه ديال السكر، دوزت هكذا على الجناب باش تعطيني هذاك الشكل ديالها. راه كيلصق على العجينه، حيت فيه واحد شويه ديال هكذا كيدير بحال سكوتش، فيه واحد شويه هكذا. كاين الشكل اللي غليظ، كاين الشكل اللي رقيق، كاين جميع الالوان اللي يعني اللي بغيتو والاشكال. المهم كيبقى هكذا ب10 دراهم هكذا، حتى على الكاطو هكذا من الفوق من الجناب باش كيضر داك العيب اللي كاين في الجناب، فكتعطي منظر زوين، كتكون مغطي. شريت هاد البانسو هذا ب5 دراهم. يعني عندي احجام كثيره ولكن شويه الراس ديالهم كيكون غليظ، فهذا بغيت نرسم به دوك العوينات خديته رقيق. فالراس ديالو هكذا رقيوق، ما كيعذبش في الكتابه وما كتوحليش معاه. فهكذا في الكاطو ديال يونيكورن. بالنسبه لهاد الدلاك هذا ديال عجينه السكر او عجينه الشكلاط اللي يعجبكم، المهم عملي بزاف. الا كانت عندكم شي كوموند هكذا ديال شي كاطو هكذا كبير كتلويو عليها اولا دلكو به عجينه ديال السكر ما كتلصقش فيه. خديت هاد الدلاك هذا ب70 درهم. بالنسبه لهاد الباكيه ديال بوش جوطابل، صراحه عمليين بزاف. تخدمي بها وترميها، يكونوا عندك بزاف باش هكا بغيتي تزيني شي كاطو بحال ما هكذا. ديري 3 ديال لي بوش هكذا، كل واحد ديري ليه الراس، ومن بعد ملي كتسالي منهم كترميهم. هاد الباكيه هادي فيها 100 حبه، خديتها ب40 درهم. 100 حبه ب40 درهم. كما قلت لكم عمليه وعجبوني بزاف. حيد خدمي بها ورميها. بالنسبه لهاد الالوان هادو خاصين بالشكلاط، خديت تقريبا هنا 10 دراهم. خاصين هادو لاكي، يعني ماركه مزيانه، تصلح العجينه ديال السكر وتصلح العجينه ديال الشكلاط وحتى التلوين ديال الشكلاط عادي هكا اللي ذوبته في حمام مريم. وانا استعملتهم لونت بهم حتى كريمه ديال الزبده.
ف المهم هكذا كيتباعوا بالعبار. هي الباكيه القرعه ديالهم كتكون كبيره وكتكون غاليه شويه، فداك الشيء علاش كناخذ غير القياسات قلالين بحال ما هكا على حسب اللون اولا الموديل اللي بغيت نخدم. وهنا عندنا هذا المول هذا خديته الديامتر ديالو 15 سنتيم، خديته ب30 درهم. هكذا عندي ديال 20 سنتيم. و بغيت ناخذ هكا. بعض المرات كتبغي ديري شي كاطو هكذا فوق واحد بهذا الشكل هذا. عجبني الشكل ديالو صراحه. كنت باغا ناخذ داك اللي مسدود هكذا من التحت، ما لقيتوش، وانا ناخذ هذا كما قلت لكم 30 درهم. فيه الديامتر ديالو 15 سنتيم. بالنسبه للشوكولات غيش اولا يعني شوكولاته بنوعيه ممتازه، انا كناخذ هذا ديال بلجيكا كيدير 100 درهم الكيلو. المهم كناخذ القياسات اللي كنبغي، كيجي زوين بزاف مذاقا ولا حتى في الخدمه. السيليكون ديال الماغنوم صراحه انا خديت حبه وحده. كاين اللي فيها 8 ديال الحبات، كاين حجم كبير. على هذا انا خديت هذا على حساب كما قلت لكم الميزانيه. خديت هذا مره اخرى ان شاء الله نزيد حبه اخرى اولا نزيد ديال 8 ديال الحبات. خديت هذا خديته ب45 درهم. يعني كيجي زوين، كتخدمي به الماغنوم. كيجي هنا هاد البلاصه هذا فين كتدخلي دوك العويدات. يعني داك الشكلاط ماشي بحال ماشي بحال هزيتي داك الماغنوم وخشيتي هكذا في الشكلاط. هذا كيعطيك واحد الطبقه لامعه ديال الشكلاط. المهم خديته ب45 درهم. هذا الصغيور خديته ب25 درهم ديال الودينات وديال القرن، وفيه حتى بلاصه ديال العوينات هكذا ديال اليونيكورن. صراحه عملي بزاف، كيسهل عليك، وحتى الثمن ديالو ما غاليش بزاف 25 درهم. نوريكم بالنسبه للبنات اللي ما شافوش الفيديو نوريكم شنو خدمت به. خدمت به هذا القرن هذا ديال اليونيكورن هكذا في عجينه السكر، واخا درتو انا صغيور ما بغيتش نديرو كبير. السيليكون الاخر هكذا دوزت فيه الشكلاط ومن بعد درت له حشوه، ومن بعد درت ليه الشكلاط هكذا من فوق وزولته. ومنساوش العويدات هكذا ديال الكلاص كنخشيهم هكذا من الداخل. ودرت ليه الشكلاط وزولته. كتجي هكذا طبقه كتبري هكذا لامعه، كيجي زوين بزاف الشكل. وكتجي هكذا الماغنوم كيجي مفيني، ما كيجيش يعني ما كيجيش مخربق. غنخلي لكم الرابط ديال هذا الفيديو في صندوق الوصف. هو الفيديو ديال اليوم. بالنسبه لا نسيت شي حاجه هكذا خليوها لي في التعاليق الا عندكم شي تساؤل اولا شي استفسار. بالنسبه للمنوزم حلويات كما قلت لكم راه الاغلبيه كنمشي للعكاري، كناخذ عند عزيز اللي في السويقه هكذا ديال العكاري، راه معروف تما. غنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديال هاد الفيديوهات اللي خدمت يعني اليوم ديال هاد الكوموند، غنخليها لكم في صندوق الوصف ترجعوا ان شاء الله تشوفوا الفيديو. كانت معكم حليمه الطباخ البسيط. كنتمنى الفيديو ديالي ما يعجبكم، والى اللقاء صفه قادمه ان شاء الله. خليتكم على خير.